عليكم حبايبنا الأعزاء الصف الثالث الثانوي. معانا ليكم النهارده حاجة حلوة، والله حاجة حلوة جميلة جدا، انتوا محتاجينها بصراحة. يعني معانا النهارده reported speech. reported reported speech. ايه reported speech ده يا مستر؟ بص يا سيدي، reported speech ده كلام غير مباشر او الكلام المنقول او الكلام المبلغ. اوكي، يعني ايه كلام غير مباشر؟ قبل ما ابدا او قبل ما اعرفك كلام غير مباشر نعرف الاول كلام مباشر. اوكي، بص يا سيدي، الكلام المباشر هو الكلام اللي انا بقوله لك فيس تو فيس، يعني تبقى معايا. مثلا انا قلت لمحمد، محمد قصادي هنا تمام، وبقول له يا محمد ان شاء الله انا بكره مسافر اسوان، ان شاء الله انا بكره مسافر اسوان. عمنا محمد خد الكلمتين مني وانتقل الى مكان اخر، راح لمكان تاني. تمام كده، المكان والزمان هيتغيروا. فلقى احمد صاحبنا الثالث او زميلنا الثالث، قال له ده مستر ناجح قال لي ان هو مسافر بكره. ده الكلام المنقول بقى، ده الريبورت ده سبيتش، هو الكلام غير الايه؟ المباشر. اوكي يا مستر، يبقى انا كده فهمت كلام مباشر والكلام الغير الايه؟ المباشر او الكلام المحاور. ماشي يا سيدي. بص يا سيدي، قبل ما نشرح الريبورتد سبيتش لازم اديك مثال الاول على الدايركت سبيتش، الكلام الايه؟ المباشر، وشكله في الكتابه ازاي. شوف الجمله دي: علي سيد to أحمد. علي قال لأحمد، علي قال لأحمد. ماشي يا سيدي، خد بالك من اللي أنا عملته، خد بالك من الكتاب. تمام، بعد فعل القول هتحط كوما ثم تفتح علامات التنصيص وتحط نص الكلام المباشر جوه علامات التنصيص. I will travel to أسوان tomorrow. لاحظ اللي هيحصل دلوقتي. تمام، اقفل علامات التنصيص العلامتين دول واقفل الجمله بنقطه. ده نص كلام المباشر اللي موجود ما بين علامات التنصيص، وعلى فكره اسمها quotation marks. quotation marks علامات التنصيص. ركز معايا الله يبارك لك. طيب، احنا بنمر بخطوات علشان نحول الجمله دي الى reported speech اللي هو موضوعنا النهارده. بنمر بخطوات عشان نحول الجمله دي الى reported speech. ايه هي الخطوات دي يا مستر؟ بص يا سيدي، ده سي تو فعل القول ليه تحويلات. يبقى أول حاجة فعل القول، هنشتغل على فعل القول أول خطوة. تاني خطوة العلامات دي اسمها علامات الإيه؟ التنصيص، دي هندمرها مش هتبقى بعد كده. تمام، يبقى هنحذف علامات التنصيص وهنربط بحاجة اسمها ذات. هنربط بحاجة اسمها إيه؟ ذات، ويمكن الاستغناء عنها مع فعل القول said. مع فعل القول said، يبقى أنا هحذف علامات التنصيص وهربط بمين؟ بذات، ويمكن الاستغناء عنها مع فعل القول said. اوكي يا مستر، تمام. تالت خطوة، شايف انت اي دي ضمير، ماشي، في تحويل للضمائر يبقى هنحول الضمائر. شايف انت تمر دي ظرف زمان، يبقى هنحول ظروف الزمان والمكان ليها تحويلات وهنعرفها واحدة واحدة. اوكي يا مستر، شايف انت الزمن ده ويل ثم الفعل في المصدر مستقبل استخدام ويل، يبقى هنحول الازمان واحدة واحدة كده يا مستر. يبقى يا باشا أول خطوة تمام فعل القول، تحويل فعل الإيه؟ القول. بص يا سيدي هات لنا لون تاني كده يا مستر. بص يا سيدي، فعل القول لو كان say أو says أو said ما فيهمش تو، عشان ألخص عليك الموضوع وبسرعة ما نردش كتير في الكلام. say تقعد زي ما هي say، ما فيهمش تو، مش هيتحول. طيب says تقعد زي ما هي says، سيد زي ما هي سيد، يبقى اللي ما فيهمش تو زي ما هم مثلا. اوكي تمام، ايه اللي هلعب فيه؟ بص يا سيدي، لو انا عندي say to او says to او said to، اوكي، هنحولهم للفعل يخبر او اخبر على حسب. لو هي ماضي هنخليها ماضي قصادها. تمام، يبقى انا هلعب say وقصادها till. say يقول، till يخبر. ما هو اللي رايح يخبص الكلام ده او اللي رايح ينقله بنقول عليه ان هو اخبر كذا، قال لي كذا. تمام، يبقى كده يا سيدي say هتحول الى till، في المصدر يبقى till في المصدر يخبر. اوكي، say هنحط لها اس يبقى till هنحط لها اس tells. says to هتبقى tells. طيب say to لا يا باشا، هنجيب الماضي المثالي هتبقى ايه؟ told. الله يبارك لك، عايزك تركز معايا. خلصنا من فعل القول خلاص كده. يبقى اول حاجه فعل القول. اتنين،
نحذف الأقواس ونربط بمين يا عمي؟ بمين اللي فات؟ ها؟ بذات. ويمكن والنبي خد بالك حذفها مع سيج، يعني قول سيج زي الفل، زي الفل. اوكي، يبقى تاني خطوه هنحذف الاقواس ونربط بمين؟ بذات. اوكي يا مستر، طيب زي الفل. طيب امال تالت خطوه بقى، انا عايز لون تاني والنبي. لا عايز لون تاني، ماشي. تالت خطوه بقى، ماشي يا مستر. الخطوه التالته ايه هي يا مستر؟ نمبر 3، رقم 3. يلا يا ست اكتبه والنبي يا شيخ. تمام، اخترنا لون خلاص بقى. تمام زي الفل. نختار القلب، ماشي. يبقى رقم 3 ايه بقى؟ تحويل الازمنه الى الاقدم. تحويل الازمنه الى الاقدم. يبقى 3 تحويل الازمنه. طب دي هنقعد نرغي فيها شويه، معلش استحملوني يا شباب عشان تبقى واخد الموضوع بايه؟ بحذافيره زي ما بيقولوا. طيب احول الازمنه ازاي يا مستر؟ بص يا سيدي، انا عندي لو عندي الزمن مضارع هنحوله الى ماضي. حوله الى ايه؟ ماضي. زي ايه مثلا؟ انا لو شفت بلاي او بلايز، مضارع اهو، مضارع بسيط، ماشي، هتحولها الى بلايد، ماضي بسيط. اوكي يا مستر، لو انا عندي ماضي بسيط يعني تصريف ثاني، او ممكن يقعد زي ما هو الى ماضي، يقعد زي ما هو ماضي، او نحوله الى ماضي ايه؟ تام. زي ايه كده يا مستر؟ زي لو انا شفت بليت، اوكي، هيتحول الى ايه؟ هيقعد زي ما هو بليد عادي جدا، او هاد بليد الى ماضي ايه؟ تام. طيب كده فل، 100 100. تمام الكلام يعني ما فيهاش صعوبه. لو انا شفت ام او از او اور، ايا كان حتى اللي بعديهم، اوكي يا جماعه، ام واز وار، كان التصريف الثاني منهم او الماضي منهم was او were، was او were. طيب زي الفل. ايه تاني بقى يا مستر؟ بص يا سيدي، لو انا شفت هاز او هاف، يعني لو انا شفت مين؟ هاز او هاف، هيتحولوا الى هاز طبيعي جدا. الماضي منهم ايه؟ هيت. معايا؟ اوعى تفصل مني، الله يبارك لك. خد بالك انتوا في حته كده ايه بتقفوا عندها وتقعدوا تشغلوا دماغكم. مش عايزك تشغل دماغك، الله امشي على القوانين، امشي على القوانين، اوكي؟ طيب ايه هي الحته اللي بعد اشغل دماغي واغلط فيها يا مستر؟ بص يا سيدي، فاكرين المستقبل باستخدام جوينج تو ام واز ار زائد جوينج تو زائد الفعل في المصدر، اللي هي تمام بتعبر عن تمام تنبؤ مع وجود دليل لو فاكرين. طيب ماشي يا مستر، يعني انا لو شفت ام او از او ار going to، بتحول إلى طبيعي جدا أما أو إذا أو آر تحولتها was أو were عادي خالص. يبقى was أو were going to. زي الفل يا جماعة، ماشي. وبالتالي أنا لو عندي will، ما طبيعي هتتحول ل want. ماشي. أنا لو عندي can هتتحول ل could. ماشي. أنا لو عندي may هتتحول لمايك يا مستر بقى. تمام زي الفل. طيب ماشي. خدوا بالكم انا خليت لكم كده حاجه كده ايه دمها تقيل شويه، اللي هي عمتنا مين؟ ماست. ماست. بص يا سيدي، ماست دي لها 3 حالات. ليها كام حاله؟ 3 حالات. اوكي، قال لك ماست هنخليها زي ما هي ماست. ماست ممكن نحولها لهاد تو. ماست ممكن نحولها الى would have to. طيب ماشي. امتى اخليها زي ما هي مصر؟ لو كانت بتعبر عن قانون عام. تمام، بتعبر عن ايه؟ قانون عام. طيب ماشي. امتى بنحولها الى هاد تو؟ لو كانت بتعبر عن الزام في الحاضر، يبقى ضرورة في المضارع، ضرورة في الحاضر. اوكي. امتى بنحولها الى هاد تو؟ ضرورة في المستقبل، لو بتعبر عن ضرورة في المستقبل. اوكي يا مستر، ايه دي تحويلات مصر؟ يعني هي اللي دمها تقيل شويه في الايه؟ في التحويلات. خلاص خلصنا كده من تحويلات الازمنه يا شباب. تمام، يبقى بنحول الازمنه الى الاقدام. طيب، فلنفرض يا مستر ان انا لقيت في جمله هاد وتصريف ثالث، يعني الجمله اساسا اساسها ماضي تاني، فلازم هي ماضي تاني، المتحول ما يتحولش. انا بقولها كده للطلبه،
تمام. المتحول ما يتحولش. would لقيت في الجملة would يا باشا زي ما هي would. تمام. used to بتاعت العادة زي ما هي used. اوكي. could زي ما هي could. اتفقنا؟ تمام. طيب زي الفل. يعني المتحول خلاص ما نلعبش جنبه، هو جاي لي جاهز، هو جاي لي جاهز. تمام. ما نلعبش جنبه. طيب زي الفل. ايه بقى الخطوة الرابعة يا مستر؟ انت قلت لنا الخطوة الثالثة تحويل الايه؟ الازمان. رقم 4 اعمل ايه؟ بص يا سيدي، تحويل الضمائر على حسب المتكلم والمخاطب. عندك في كل الكتب الخارجية والمذكرات عامل لك جدول كده لتحويل الضمائر. انا دايما بقول للطلبه اتحداك تحفظه، لان مش هينفع، ولكن ليه طريقه سهله جدا من غير متعب، اللي هو الفهم. ازاي بقى يا مستر؟ مش هعرف احول ضمائر الا لو انا قمت بدور المبلغ نقل الكلام، لا مؤاخذه يعني الخباص اللي هيروح يخبص الكلام. خد بالك معايا الايه، انا لو قمت بدور الخباص بقى هحول الاسماء. زي من شويه كده رحت ابلغ احمد صاحبنا ان محمد هيروح اسوان بكره، هقول له ايه؟ ده هو هي هيروح اسوان بكره. طب لو كانت واحدة اللي بره الأقواس يبقى هتبقى هي، يبقى تبقى إيه؟ هي. أنت مش هتعرف تجيب الجدول الموجود في أغلبية المصادر، أو مش هتعرف تحفظه كده حفظ عمياني. تمام؟ إلا لما تقوم بدور الإيه؟ نقل الكلام اللي إحنا بنقوله كده الخباص كده، لا مؤاخذة كده يا جماعة. بس خبص شريف، مش هتاخد عليه يعني. أوكي؟ هتحل بيه في الامتحان وتجيب الدرجة النهائية. طيب ماشي، يبقى تحولت الايه؟ الضمائر خلصنا منها وعرفنا هنجيبها ازاي. نيجي لرقم 5. اعمل ايه بقى يا مستر؟ تحويل ظروف الزمان والمكان. الله، حول ظرف الزمان وظرف المكان لو كان موجود. ايه بقى اشهر التحويلات اللي انت لازم تكون حافظها؟ زي الفل. انا لو لقيت tomorrow تمام بحولها الى the next day، the next ايه day، او the day after، the day after يعني اليوم اللي جاي. تمام ماشي يا مستر. او the following day يعني اليوم الآتي أو القادم. the following ها day. الله يبارك لك. خلصنا من tomorrow. طيب هات عكس tomorrow. yesterday. طب yesterday هتبقى تمام the last day. عادي جدا، في بعض المراجع بتقول لك the last day نادرة. تمام. أو the previous day يعني اليوم السابق. أو the day before يعني اليوم اللي قبل كده، أو اليوم اللي قبل اليوم اللي احنا فيه ده. تمام. the day تمام before. الله ينور عليك. دول أكتر اتنين تهتم بيهم. اوكي. طيب عندنا اللي دمها خفيف عمتنا ناو بنحولها الى دم. تمام. ايه تاني عندك تحويلات؟ عندنا عمتنا اجو بنحولها الى بيفور او earlier. ماشي يا مستر. اجو بنحولها الى بيفور او earlier. طيب تمام. عندنا this حولها اللي ابعد منها that. طيب اشمعنى these بتحولها إلى those. طيب ماشي. يلا معلش شكل السبورة بس هي جميلة. ماشي. here بتحولها إلى there، ولا إلى إيه؟ there. تمام كده يا شباب. دي أشهر التحويلات اللي بتجيلك في الجمل بتاعة الريبورتنج. تمام يا مستر. خلاص أنت كده عديت بكل الخطوات اللي لازم تتبعها عشان تحول من ريبورت سبيتش، من دايركت سبيتش الى اندايركت سبيتش او ريبورتد سبيتش، الكلام المنقول. طيب فكرنا بقى بالجمله الله يبارك لك اللي احنا كنا واخدينها في الاول. ماشي. احنا كنا بنقول علي said to احمد افتح احمد تنصيص كلام مباشر. ها خد بالك مش متحول يعني. I will travel to أسوان tomorrow. جميل. اقفل علامة التنصيص، اقفل نقطة. حاول تطبق بقى الخطوات.
مش سهلة خالص. يلا نطبق الخطوات يا شباب. علي sit to، قلنا فوق told أخبر مين؟ أحمد. علي told أحمد. خلاص انسى الأقواس وهنربط بذات. استنى بقى. علي قال لأحمد إن هو، يبقى أي هتتحول إلى إيه؟ أي هتتحول إلى إيه؟ طب فلنفرض إن علي ده كانت أسماء أو منى، عليات، ريتاج. تمام؟ يبقى أي هتتحول إلى شيء على حسب اللي قال، على حسب اللي قال. يبقى أنا كده مش هعرف أعملها إلا زي ما أنت قلت فعلا يا مستر. تمام؟ أقوم بدور الخباز. تمام؟ علي told أحمد that he، إن هو. تمام، حولنا الضمير. ده أنت قلت لي من شوية كانت what. travel to أسوان. استناني بقى tomorrow the following day. كده خلاص. سهلة الموضوع جدا، سهل إلى أبعد الحدود، بس هتكون بتذاكر المواضيع بتاعت الجرامر اللي عليك، اللي ممكن يجي لك فيها سؤال دلوقتي. تحول من كلام مباشر إلى كلام غير مباشر، أو العكس، من كلام غير مباشر إلى كلام إيه؟ مباشر. خد بالك من الموضوع ده كويس جدا. تابع خطواتك واحدة واحدة. تمام، وخليك مركز. اوكي. طيب لما الموضوع طلع سهل كده يا مستر ومية مية، خلاص هو كده الدرس خلص؟ لا، يعني في شوية كده حبشتكنات. تمام. انت ما حولش الازمنه في حالات كده معينه، ما حولش فيها الازمنه. قبل ما ابدا بالموضوع ده لازم ابقى فاهم ان الريبورتد سبيتش هو كلام نقل، تمام، على لسان شخص اخر باختلاف الزمان والمكان. يعني كلام اتنقل على لسان حد تاني واختلف خلاله الزمان والمكان، لابد ان يختلف الزمان والمكان. تمام، عشان يسمى ريبورتد ايه. في حالات بقى مش بنحول فيها. ايه هي؟ قال لك رقم واحد: إذا كان الكلام المباشر قيل منذ فترة قصيرة. ازاي اعرف ان اتقال منذ فترة قصيرة؟ يا سيدي ده بيديلك كده علامات واضحة جدا. just now، لسه متقال دلوقتي الكلام يعني. just now يعني لسه دلوقتي. a moment ago يعني من لحظة. a moment، تمام، ago. خلاص أول ما أشوف دول يبقى أنا كده مش هحول، يبقى أنا مش هحول أزمان. تمام يا مستر. معلش والنبي اديني مثال. بص يا سيدي. example: I said just now I will go to Cairo. تمام. اقفل نقط. سهلة جدا. هتقول ايه؟ I said just now. هتحول ده القول said، هيقعد زي ما هو said ما فيهوش to. just now وتربط بذات، او ممكن الاستغناء عنه، او ممكن الاستغناء ايه عنها. I will go to. خلاص ما حولتش شوية. ليه بقى؟ اهو الدليل اهو. اهو اهو. مش هاخد حاجة متحولة، مش هاخد حاجة متحولة، مش هختار حاجة متحولة. اتفقنا كده يا جماعة؟ طيب ايه تاني بقى يا مستر؟ إذا كان الكلام المباشر بيعبر عن حقيقة ثابتة، إذا كان الكلام المباشر بيعبر عن حقيقة ثابتة، يبقى تمام. إذا كان الكلام المباشر المحطوط ما بين علامات التنصيص، التنصيص يا شباب ركز معايا. تمام. يعبر عن حقيقة ثابتة. زي ايه كده مثال؟ اقول لك: the teacher المدرس said قال كوما افتح علامات تنصيص. مش هسيبك لما تحفظ شكل الاثنين المباشر وغير المباشر. تمام. the earth orbits يعني تدور حول. تدور حول the sun. ايه sun. اوكي يا مستر. اقفل النقطة. ايه التحويلة بتاعتها؟ ولا أي حاجة. ده تيتشر زي ما أنت ماشي كده، زي ما أنت ماشي، زي ما اتعلمت خطواتك. ده تيتشر ايه سيد زي ما هي مفيهاش تو في التحويلة. أربط بذات، هو ممكن الاستغناء عنه، أحطها لك ما بين قوسين عادي جدا. The earth orbits the sun. سهلة جدا. أوكي يا شباب؟ زي الفل. أمال إيه هي بقى الحالة الثالثة
اللي ما بيتغيّرش فيها الكلام المباشر، دي حاجة مهمة جدًا، جدًا، جدًا ومش بناخد بالنا منها على فكرة، لإن بتبقى كده في الخباثة في الجمل الاختياري، تمام، بياخد باله منها اللي عنده قوة ملاحظة وهو بيقرا، مش بيقرا وهو متوتر، تمام، إذا كان فعل القول في المضارع. إذا كان فعل القول في المضارع هتلاقيها tells، هتلاقيها says، هتلاقيها say، هتلاقيها tells، اتفقنا؟ طيب زي الفل يا مستر. يبقى 3 إذا كان فعل القول مضارع. مثال علي says، علي بيقول I like English، أنا بحب الإنجليزي. I like English، والنبي ما تفصل مني والنبي. خلاص إيه تحويلتها؟ والله زي ما هي نفس الزمن. I like English مضارع بسيط وأنا بحاول أبقى زي ما هو مضارع بسيط. أوكي؟ هنقول إيه بقى؟ علي says زي ما هو عشان ما فيهوش to that أو من غير that إن هو بقى إن هو يبقى قول دي هنقلبها إيه؟ هي أنا رايح أخلص الكلام بقى. علي بيقول إن هو النبي بركز في الحتة دي ذات هي مش هقول لايك أنا هي. المضارع البسيط كنا بنحط للفعل اس أو اي اس أو اي اي اس إذا كان الفاعل مفرد. يبقى ذات هي إيه بقى؟ مش لايك بقى عايزة تظبط نفسك مضارع بسيط زي ما هو مضارع بسيط ولكن الفاعل اختلف. أوكي لايك is إيه؟ إنجلش. شكرا شكرا. الموضوع مش بعبع على فكرة الدرس خلص هو كده خلاص تمام زي الفل. القاعدة بالنسبة لنا بتاعتنا القاعدة بتاعتنا خلاص خلصت. خلاص كده يا جماعة ده كان بالنسبة لدرس النهاردة. يعني أنا حاولت على قدر الإمكان إن أنا ما أطولش كتير وأديك أهم النقاط اللي هتمشي عليها في الامتحان ومش هيجيب حاجة صعبة أوي للدرجة. يعني أنت إزاي اتبع الخطوات الموجودة في الشرح وهتلاقي ربنا موفقك زي الفل. إن شاء الله هننزل فيديو تاني للتدريب على أسئلة الامتحان على هذا الدرس أو على هذه القاعدة وكمان للتدريب على سؤال الرياض. بس خليك فاكر اللي احنا رغينا فيه وقلناه في هذا الدرس وربنا يوفقكم جميعا يا رب العالمين.